السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم مطبخ حياة الرداد. كنتمنى هاد الفيديو ديال هاد النهار يلقاكم في احسن الاحوال وفي احسن الظروف ضمن سلسلة حلويات عيد المولد النبوي الشريف. جبت لكم اليوم حلوة اقتصادية بلا مرشم، فقط ب 125 غرام ديال الزبدة وكتخرج كمية وفيرة. كملوا معايا الفيديو حتى الاخير ونبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات فهي بسيطة بزاف. واحد لو بول غادي نوضع واحد قبيصة ديال الملح، غنوضع 125 غرام ديال الزبده. انا استعمل زبده لا مارغرين واللي ضروري ما خاصها تكون في درجه حراره الغرفه. غنضيف عليها كاس الا ربع ديال سكر سنيده، غنضيف سكر فاني. غنخلط هاد المكونات جيدا حتى نحصل على خليط اللي كيكون بحال البوماد. من بعد غنضيف عليها كاس الا ربع من الزيت. بالنسبه للعبارات كاملين فانا درتهم بالكاس ديال العنبه. غنستمر في الخلط حتى ما تبقاش تبان ليا الزيت وتنسجم ليا تماما مع الزبده ونحصل على خليط اللي كيكون عنده قوام كريمي. غنضيف فلون بيناك هاد الكراميل كيعطيها مذاق وتعليكه خطيره. غنوضع كذلك حبه واحده ديال البيض واللي ضروري ايضا ما خاصها تكون في درجه حراره الغرفه. غندخل هاد البيضه مزيان في الخليط ديال الزبده حتى ما تبقاش تباليه نهائيا. اللي ما بغاش يستعمل اليد يمكن ليه يستعمل خلاط كهربائي غيسهل عليه العمليه. بعد ما دخلت البيضه ديالي مزيان غنضيف نصف كاس ديال البسكويت اللي طحنته مزيان. يمكن لكم تستعملوا اي بسكوي عندكم. انا استعملت بسكوي اللوتوس، اللي متوفرش عنده يمكن ليه يعوضوا بالبسكوي اللي بالمذاق الكوك كيجي زوين ايضا. غنستمر على نفس الكيفيه حتى نخلط الكل. من بعد غادي نجيب واحد 400 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات واللي خاصو ضروري ما يكون من النوعيه الممتازه. غنضيف شويه وغنوضع نصف خماره ديال الحلوه من فئه 8 غرام. غنخلط الكل فقط بالاصابع ما تعجنوهاش. غنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه حتى تجمع ليا العجين ونحصل في الاخير على عجينه اللي خاصها تكون رطبه. ما تقصحوش العجين ديالكم باش ما يجيكمش الصابلي مدقص. خليوها خفيفه شويه وديروا بحساب باللي راه مازال غادي يتشرب. وكيكون هذا هو القوام ديالها، كتجي مرمله وكتشكل معنا بسهوله. غنخليها ترتاح شويه بين ما جمعت سطح العمل ونتلاقاو باش نكملوا باقي الوصفه. من بعد غادي نجيب واحد الميزان وغنبدا نعبر الكرات اللي كيكون الوزن ديالهم 23 غرام باش يجيونا مقادين في الطياب. غنستمر على نفس الطريقه حتى نكمل تشكال الحلوه ديالي كامله. من بعد غادي نجيب واحد الطبسيل اللي وضعت فيه شويه ديال اللوز ايفيلي، هرستو شويه باليد ديالي وغندوز فيه الحلوه كامله. اللي بغى يدير بياض ديال البيض عاد اللوز ممكن. نورك على واحد شويه باش نزيد نثبت فيها اللوز. غنقاد ليها الجوانب ونعاود معكم وحده ثانيه. غنفند ليها الوجه ايضا في اللوز وغنوضعها في الصح اللي كيدخل الفران. نقادو ليها الجوانب وغنستمر انا على نفس الطريقه حتى نكمل تشكال الحلوه ديالي كامله. في هذا الاثناء الفران ديالنا سخون مزيان. غندخل الحلوه، غنقص النار مهيله ونخلي الحلوه كطيب على خاطرها حتى تبان لينا تحمرات وهذاك اللوز ديالها تحمر ونخرجوها. بعد ما نخرجوا الحلوه ديالنا ما نقيسوهاش نهائيا فهي دغيا كتهرس، نخليوها حتى تبرد تماما وتقبض في راسها. فهي كتجي زوينه ومقاده ومحمره من جميع الجوانب. غنجيب شويه ديال السكر الثقيل وغندردرو عليها من الفوق فقط من باب التزيين. كتجي غزاله في المنظر ديالها، بسيطه في المكونات ولكن بنينه وهشيشه بزاف كتذوب في الفم بحال كتناولوا الصابلي. كنتمنى الفيديو ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم. جربوها وفرحوا بها وليداتكم وما تنساونيش من التشجيعات ديالكم. ولا عجبتكم القناه ما تنساوش تنضموا ليها، فعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات. بارطاجيو القناه مع الاحباب والاصدقاء ديالكم ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.